بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، اللهم يسر وعن يا كريم. أخذنا في المحاضرتين السابقتين باب من أبواب علم أصول الفقه الذي هو المقدمات الممهدات لعلم أصول الفقه، وتناولنا أيضا في محاضرة ثانية معنى علم أصول الفقه الإضافي بالإضافة واللقبي. اليوم سنتناول محور آخر في الدرس الثالث من علم أصول الفقه، هو معرفة الأحكام أو معرفة الحكم الشرعي. معرفة الحكم الشرعي هو من المؤكد أنه من حيث المعلومات في دراسة الفقه أو الأصول، نقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد أو أفعال المكلفين على الخلاف الموجود بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. هذا من حيث تعريف الحكم الشرعي بشكل عام، وليس هو المراد في درسنا اليوم، وإنما المراد في درسنا اليوم معرفة الحكم الشرعي أو معرفة الأحكام الشرعية، أنه تعرف من 3 جهات. الجهة الأولى: من هو المشرع أو الحاكم الذي تؤخذ منه شرعية الحكم؟ من هو الحاكم؟ الثاني: من هو المحكوم عليه؟ والمراد فعله لا شخصه، وإنما فعله، لأنه موضوع الحكم على شخصه غير الموضوع الحكم على فعله، وإن كنا نأخذ في جانب من الحكم من جانب من هذه المعرفة أنه الشخص أيضا نتناوله وسنأتي عليه. المفصل الثالث أو المحور الثالث: معرفة الحكم حقيقته بنفسه وأقسامه وموجباته وظهور متى يظهر، متى يكمل، متى يمنع من الحكم لا يكون الحكم. فهذه محاور 3 سنتناول في محاضرتنا هذا اليوم. المحور الأول: من هو الحاكم؟ المحور الأول هنا من هو الحاكم. إذا جئنا واستقرأنا، نعمل عملية استقراء بأن نتابع كيف يصدر الإنسان حكمه على الأشياء. موضوع الخطاب، موضوع الفقه، موضوع أصول الفقه، موضوع علم التفكير هو الإنسان بوصفه الإنساني، ليس بوصفه مسلما أو نصرانيا أو يهوديا أو يزيديا أو لا، بوصفه الإنساني. فلذلك حين ندرس علم أصول الفقه ندرس الإنسان كيف يفكر، كيف يصدر حكمه على الأشياء من جهة إصدار حكمه على الأشياء. فحين نستقرئ مرجعية الحكم عند الإنسان، مطلق الإنسان، نجد أن هذا الحكم يصدر عن عقله، من حكم عقله. هو يفكر، يفهم، يتصور، يعرف، يتوهم. المهم هو جرت عنده عملية عقلية لإصدار الحكم على الواقع. فهذا نوع من الأحكام يصدرها الإنسان من بنات فكره وعقله، أو أنه يتلقى الفكر عن غيره، يتلقى الحكم عن غيره. فهذا النوع الأول الذي نأخذه بشكل عموم. هناك نوع أخص من هذا، هو أنه الإنسان يأخذ الحكم ممن يثق به، غيره ولكن يثق به، وليس من أي إنسان يسمعه أو يراه أو يحاوره أو ما يكون. فنجد أنه يتكلم الناس مع بعضهم، نجد أنهم يسمعون الجميع ولكن لا يأخذون من أحد منهم. ونجد أنه يأتي إنسان آخر يتكلم، يقول كلمة وإذ بها الكل يتلقفها. ما السبب؟ مع العلم أنهم لم يفكروا بعقولهم لإنتاج الأفكار، وإنما يتلقونها من الآخر. هذا يثقون به، وللثقة مفهوم سنأتي عليه. أو أنه تعرف الأحكام من مصادر موثوقة بها، إما مصدر الوحي أو مصدر العباقرة
إما الوحي من الله عز وجل ويعرف عن طريق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، أو من عبقرية تنشأ في الأذهان أو تشرق في الأذهان وتنتج الأفكار فيؤمن بها قسم من الناس. فنحن حين نتعامل مع هذا نجد أن العقل البشري في هذه المستويات التي ذكرناها هو ينتج الأفكار، يتلقاها من غيره، يتلقاها من يثق به، يتلقاها من مصدرية الوحي، يتلقاها من مصدرية العباقرة والفلاسفة والمفكرين. فالعقل البشري وذكاؤه يشرق أيضا في هذا الاتجاه فيكون الأفكار، وليس الأنبياء فقط. فما الذي يجعلنا أن نختار الحكم من حاكمية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو من عبقرية تشرق في ذهن الفلاسفة والمبدعين والمفكرين وغيرهم؟ كيف يكون هذا؟ فأمامنا هنا صار نوعان من الحاكم. هناك نوعان من الحاكم: حاكم وحي، حاكم عبقري. فنشأت قوانين الأمم والعالم على هذين الضربين من الحكم والنوع الحاكم: الحكم الذي يأتي باسم الدين والرسالة والنبوة، والحكم الذي يأتي باسم الفلاسفة والعباقرة وهكذا. واستمر التاريخ البشري بهذا الشكل. إذن عندنا مشكل الآن: كيف نقرر أي الفريقين أهدى سبيلا؟ أي الفريقين هو الذي نأخذ منه أو نثق به ونسلم؟ لأنه المعرفة لا يمكن أن تكون عند كل الناس من النوع التصديقات التامة التي ترجع إلى العقل، وإنما هناك نوع التسليم. ولكن هذا التسليم أو التصديق ليس مطلقا، وإنما يحتاج إلى ما يوجهه. فلذلك حين ندرك أن نتناول موضوع الحكم، هو الحكم يكون على الأشياء والأفعال. إما يحكم على الشيء ما هو، أو يحكم على الفعل كيف يكون. فإذا عندنا الحاكم الذي سيصدر الحكم في التعامل العام سيحكم على الواقع الموجود. خلينا نسمي الأشياء والأفعال واقع حتى تجمع الأمرين. فحين ندرس الواقع ماذا نجد؟ نجد أن الإنسان يتعامل مع الأشياء والكل يتفق على أن الحلو حلو والمر مر. يتعامل مع الأشياء أن الضرب موجع وليس هناك إنسان لا يتألم. نتعامل مع الأشياء ولا مع الواقع بأنه هذا ممدوح وهذا مذموم. إذن هناك عندنا مدح، عندنا ذم، عندنا ما يوافق الفطرة ويلائمها فتستحسنه، أو لا يلائمها أو يقع عندها موقع منفر فتنفر منه، أو يتعامل مع الشيء كما هو في الواقع من حيث التعامل الفطري أو الحسي أو ما إلى ذلك. فلذلك نستطيع أن نقول أن هناك 3 مناحي أو نواحي يصدر العقل الحكم عليها. فالمنحى الأول ناحية معرفة ذات الشيء بالحكم عليه من حيث واقعه ما هو، يعني ما هي حقيقته وما هي لازمه، ما هو لازمه، من حيث معرفة حقيقة الشيء، ماهية الشيء، حقيقته ولازمه. الناحية الثانية معرفة ملائمة الشيء لفطرة الإنسان أو نفرتها عنه من حيث الميول والاستجابة وما إلى ذلك. الناحية الثالثة ناحية معرفة المدح والثواب على الشيء
أو الذم والعقاب على الشيء. إذن العقل حين يتعامل مع الواقع الموجود سيتعامل بإحدى هذه الثلاث اتجاهات، وليس هناك اتجاه رابع إلا يدخل ضمنها. وهذا نتيجة الاستقراء والبحث، وتوصل الباحثون إلى هذا المفهوم، ونحن نلمسه واقعا موجودا حقيقيا. فهنا اللازم في هذا الواقع أن نأتي حين نحكم على الشيء من حيث واقعه ما هو حقيقته ولازمه، فإنه يرجع للإنسان. يعني الإنسان ينظر، هذا ماء يشرب، هذا منديل لنظافة، هذا منضدة، هذه كرسي، هذه من حيث الشيء ما هو، إلى أعقد الأمور. كل هذا الحكم يرجع فيه الإنسان، فيصدر الحكم على الواقع لمعرفة ما هو من جهة عقل الإنسان. وهذا غالبا تشترك فيه المعاني اللغوية، وتدخل فيه عليه المنظومة الإشارية وصولا إلى اللسان. فهناك منه يتعلم الإنسان من هو رضيع إلى أن يلم بمناحي اللغة كلها ومعرفة حقائقها ومعرفة الأشياء وأسمائها. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هذا ماء، هذا نهر، هذا جبل، هذا شمس، هذا قمر، هذا ضياء، هذا رياح، هذه ريح، هذه كذا إلى آخره. معرفة الشيء هذه بأبسط صور أنا على أذكرها، ولكن كلما تدخلنا نجد أن الإنسان يحكم على الأشياء لمعرفة ما هي بعقله، ليس عنده مرجع آخر مهما اختلفت اللغات، مهما اختلفت الألسن وكانت. فلذلك أنه يعني الحكم على الشيء من حيث ما هو هذا واقع. يعني ولذلك نستطيع أن نتعمق أكثر في الحكم على الشيء. مثلا العلم حسن والجهل قبيح، هذا معرفة حقيقة الشيء. حتى أن الجاهل يزعم أنه يعني لا يقبل أن يوصف بالجهل، ويريد أن يوصف بالعلم ويرتاح لذلك لأنه يستحسن هذا الوصف. فإذا الأسماء والصفات تدخل في هذا الأمر، ولكن من حيث التحقيق العالم عالم والجاهل جاهل والمتجاهل متجاهل. لكن من حيث التحسين والتقبيح هنا أن العلم حسن والجهل قبيح، هذا من حيث معرفة الشيء ما هو ومرجعية ذلك للعقل البشري. وهذا الواقع يدل على نفسه بنفسه، لا يحتاج تكلف، حتى أنه يكاد يكون من الضروريات. إصدار الحكم من الناحية الثانية على الشيء من حيث ملائمته لفطرة الإنسان ومنافرته لها يرجع للعقل أيضا، أي يرجع للإنسان بذاته، لأنه هو الذي يقرر ما في فطرته، هو الذي يقرر ما عنده، أن هذا الشيء يفرحني، هذا الشيء يسعدني، هذا ما له. ربما يختلف الناس ويتفاوتون في ذلك، ولكن مرجعية هذا ترجع للعقل الإنساني أو العقل البشري لأن يتعامل مع هذه الأمور. فتجد أنه لكن هناك قواسم مشتركة عند الناس. يعني ضربنا مثل أنه الإنسان يمتدح التعاون ممدوح، لأنه هو حالة يثير الحالة الإنسانية، يتلائم وطبع الإنسان. هذا ليس بحث في الشيء ما هو، وإنما في ملائمته للطبع ومنافرته. فحين نرى إنسان يساعد إنسان في حمل ثقل أو دفع عربة مثلا أو إنقاذ غريق أو حمل مريض إلى المستشفى مثلا، تدخل السرائر إلى نفوسنا، وبهذه الحالة يعتبر هذا الأمر ممدوح. فالحكم أين رجع؟ إلى الإنسان من ذاته. لكن بالمقابل مثلا أكل أموال الناس بالباطل مذموم، مثلا الظلم مذموم،
الأنانية مستقبحة، المصلحية مستقبحة. ولكن هذا الحسن والقبح من أي جهة؟ من جهة ملائمته لفطرة الإنسان أو منافرته لها. هناك وجه ثالث للحكم على نفس الأشياء أو نفس الواقع، ولكن من أي جهة؟ المدح والذم، أن هذا الشيء محمود وهذا مذموم، ولكن ليس من جهة منافرة والموافقة، وإنما من جهة مرضاة الله عز وجل، من جهة ما يثاب عليه الإنسان وما يعاقب عليه. المدح والذم من هاتين الجهتين. طبعا هنا لا يمكن للإنسان أن يحكم من جهة المدح والذم، لأن لا يعلم ما عند الله، لأن هذا العلم مختص به الرب المشرع، الحاكم المشرع. وحتى إذا جئنا قلنا في القوانين الوضعية مثلا هناك مدح وذم، فنقول هذا المدح والذم مقرون بمعرفة ما هو الشيء ومعرفة ملائمته للفطرة ومنافرته لها، وهذا أمر مقدر ليس بثابت، موضوع سيختلف فيه الناس. ما هو ممدوح عند زيد قد يكون مذموم عند عمرو. لكن من حيث ثبات المدح والذم، الثواب والعقاب، هنا لابد أن يكون ثابت حتى يستقر الإنسان ويسعد في علاقاته، فيكون الثابت الممدوح الثابت والمذموم الثابت مستقران يستوي فيهم الناس في تقريرهما والاتفاق عليهما. وقطعا هذا المدح والذم هنا في الدنيا والآخرة، ولكن المادح هو الله، المادح هو الشرع. فقطعا سيكون للشرع وحده وليس للإنسان فيه دخل. ولذلك رب العزة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هنا المدح والذم عند الله، الذين يؤمنون بهذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب. فإذا الغيب هنا أنه هذا ممدوح عند الله وهذا مذموم عند الله، نحن لا ندركه بعقولنا، وإنما ندركه بالبلاغ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بماذا يهديهم؟ الذين يؤمنون بالغيب يهديهم إلى مواطن الثواب ومحلات العقاب، إلى الزجر والجبر، إلى المدح الشرعي والذم الشرعي. فلذلك مدحهم باعتبار أنهم متقين، لا يعملون عقولهم في تأسيس الثواب والعقاب، وإنما يرجعون بوصف عقولهم أداة لفهم الثواب والعقاب. هذه من المسائل المهمة. وجعل الشارع الحكيم مثلا القتل، ضربنا مثلا القتل مذموم، ولكن من الناحية الشرعية قد يكون ممدوح، من الناحية العقلية مذموم. ولكن متى يكون ممدوح القتل في الجهاد في سبيل الله، في الحرب، قصاص حياة، في العقوبات القاتل يقتل. فإذا القضية أصبح الأمر ليس من باب الحكم على واقع الشيء ما هو، ولا من باب ملائمته للفطرة ومخالفته، ولكن من باب التقرير الشرعي للثواب والعقاب، فهذا مرجع الشرع. هذه القضية، هذا معرفة الحاكم مهم جدا في حياتنا، مهم كأساس للتفكير عند المسلم. كثير من الناس يأتي إلى الشرع ويمدح ويذم بعقله، فنحن نقول إذا نظرنا فيما يمدحه أو يذمه، إذا كان من باب الحكم فيه للإنسان من حيث أنه يحكم على ما هو الشيء، فلا بأس، لا نختلف. وإن اختلفنا بالحكم لا بأس، هذا لا هو هذا، يبقى الحوار والنقاش حتى نصل مثل الاختلاف في التعريفات والحدود والرسوم وما إلى ذلك.
من جهة ملائمته للطبع ونفرته له هذا هم لا بأس، واحد يحب السكر والآخر يحب المر، ما مشكلة، هاي أذواق. لكن من حيث الثواب والعقاب، المدح والذم الشرعيين، فلا يمكن أن يكون هذا إلا لله، ولا دخل للعقل فيه ولا لطبع الإنسان فيه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا من حيث الركن الأول الذي قلنا عليه أنه معرفة الحاكم. الآن سنأتي، أكو سؤال إلى حد هنا؟ إلا نجعل الأسئلة في الأخير إن شاء الله. نأتي، عرفنا من هو الحاكم. الحاكم في الاتجاهات الثلاثة. الآن نأتي من هو المحكوم، وما هو المحكوم عليه الذي يدخل. طبعا هنا المحكوم أو المكلفون بالأحكام، هنا لا نتناول المسائل التي مرجعيتها الإنسان، وإنما سنتناول قضية المسائل التي مرجعيتها الشرع. المكلفون بالأحكام الشرعية هو كل من يدخل دائرة الأمر والنهي ومن لا يدخل. من الذي يدخل في دائرة الأمر والنهي ومن لا يدخل في دائرة الأمر والنهي؟ هؤلاء. ولذلك قلنا المكلفون بالأحكام، يعني معناها هناك ناس غير مكلفين بالأحكام. فكيف نميز بين الأمرين؟ من هو مكلف ومن هو رفع عنه القلم أو غير مكلف بالاصطلاح الظاهر، وذلك وهو متعلق شروط التكليف. هذا الموضوع سنبحثه تحت عنوان شروط التكليف وشروط التطبيق وشروط العفو والعذر. طبعا هنا لابد من الانتباه إلى هذه التفاصيل، لأنه كثير ما يحدث خلافات بين الناس، ليس بين العالم والمفتي والمستفتي والمتعلم، وإنما كثير ما يحدث بين الناس أنه بعضهم لا يعذر بعض، وهو شيء معذور ربما هو فيه. فكيف نحن نرجع إلى أنه يحصل عندنا تفكير في التعامل مع الآخر؟ علم أصول الفقه علم عملي. فهنا نأتي من هم المكلفون بالأحكام، وما هي شروط التكليف وشروط التطبيق والعفو عن المعذور. وفي هذا 3 أركان أو 3 مسائل. المسألة الأولى شرط التكليف أو شروط التكليف. حين نقول المكلف، التكلف حمل الأمر على مستوى الجدية بالقيام أو في القيام بالفعل بقصد إنجازه عملا وتحقيق أهدافه. الجدية، حين نقول جدية، من هو الجاد؟ الذي هو يقوم بالأعمال بقصد، وليس أي واحد يقوم بالأعمال هو نعتبر أنه هذا جاد. قد نجد الإنسان يقوم بعمل وهو غير جاد. فمن الجاد؟ نحدد مفهوم الجاد في العمل، هو الذي يقوم بالفعل بقصد إنجازه عملا وتحقيق أهدافه. دون مرحلة الإنجاز وتحقيق الأهداف لا تكون الجدية. فلذلك الجاد هو هذا، وهو شأن المكلف. المكلفون يجب أن يكونوا كلهم جادون، كلهم جادين في هذا الموضوع. والزيادة على المطلوب أو ما هو فوق الطاقة منه والوسع تكلف منهي عنه. يعني عندنا المكلف أو التكليف والتكلف. فهنا التكلف في الزيادة هذا منهي عنه، ليس جيدا، وهو شأن التكلف. وشروط التكليف 3. شروط التكليف 3: العقل والبلوغ وبلوغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط التكليف. أما العقل فهو الإدراك
وهو الفكر وهو التفكير وهو التعلم، كل هذه ممكن أن نقول عنها العقل. وحين ننظر إلى العقل ننظر إليه أنه هو الخاصة التي يشتغل فيها ذهن الإنسان. مثل ما الماء يروي، الإنسان عنده ملكة التفكير، القدرة على ربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة. فخاصة الذهن لربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة هي التي نطلق عليها العقل. فلذلك لا يمكن للإنسان أن يفكر بدون معلومات سابقة أو يفكر بدون واقع محسوس، فلا بد من وجود هذين الأمرين. ولذلك في سورة البقرة قال رب العزة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا، ما عندنا معلومات، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا هذه الحالة أنه لابد من وجود واقع محسوس ومعلومات سابقة، وخاصية العقل أو خاصية القدرة على الربط في الذهن الإنسان. المجنون لا يمكن حتى إذا وفرت له الواقع المحسوس والمعلومات السابقة لا يدرك، لا يعقل. كذلك المعتوه ومن شابهه. فإذا لابد من وجود واقع محسوس ومعلومات سابقة. والإدراك ملكة من ملكات العقل. العقل عنده ملكات عديدة: ملكة الإدراك، ملكة الفهم، ملكة التعلم، ملكة الذكاء، ملكة الإبداع، ملكة الاختراع، ملكة الاكتشاف. هاي كلها ملكات العقل. الملكة هو ما تتضمنه الخاصية، ما تتضمنه الخاصية. فملكة الشيء ضمن خاصياته، هذا تعريف الملكة. فواحد يقول عنده ملكة في الخطاب، معناته قدرات عنده وأمور يتضمنها أسلوبه في الخطاب. فلذلك أنه وهو القدرة كما عرفنا قبل المحاضرة، قلنا الإدراك هو تمثل الواقع في الذهن وسط الحواس الخمس والحكم عليه بدلائل المعلومات السابقة من غير إثبات ولا نفي للحكم. تصور بإثبات ونفي، معرفة على غير واقعه يكون وهم. والمراد بالعقل هنا القدرة الذهنية للإدراك والفكر. أما أن العقل شرط في التكليف في قوله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولغيرها من الآيات. وكذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، بلفظ حتى يعقل. فذكر النائم حتى يستيقظ أي يرجع إلى عقله فيستحضر فكره. لماذا رفع عنه القلم؟ لأنه عقله غير حاضر، غير مستحضر للأفكار. ولذلك أنه الواحد حين نوقظه من النوم لا نؤاخذه فجأة إلى أن يستقر في يقظته. نعم. أما البلوغ وكذلك حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، هذا البلوغ أنه أما البلوغ شرط في التكليف، فلقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والبلوغ هو الاحتلام عند الصبي والحيض عند الأنثى. ولحديث أيضا عائشة رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ. وحديث لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، يعني ممكن المرأة لم تبلغ المحيض، الطفلة مثلا تصلي بدون خمار ما مشكل، ولكن نعودها على اللباس الشرعي ولباس الصلاة، لأن لباس الصلاة هو غير لباس الخروج من البيت وكذا، فيه حشمة أكثر، وهذا له أحكامه في الفقه. لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. أما البلوغ فهو بلوغ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدليل على أن دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شرط في صحة التكليف قوله تعالى
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يستثنى، يعني الخطاب للإنسانية للبشرية وهكذا. هذا بالنسبة للمحاضرة الأولى، وإن شاء الله نتناول في المحاضرة التي بعدها شروط التطبيق وعوارض الأهلية أو التكليف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.